صحيت من النوم لقيت السرير بتاع ابني واقع ومتكسر بالمنظر ده. رحت لميته كله كده على جنب، ورحت قلت بس انا مش هسكت، لازم ارن على اختي تشوف لي حل او تشوف لي سرير مستعمل اي حاجه. بس اهم حاجه ايه، يعني حاجه تكون حنينه في السعر وتكون سريعه قبل العيد. بس كلمتها في التليفون وقلت لها الحقيني وبعتلي اخواتي يجيبوا لي السرير وكده. المهم راحت صرفت لي في سرير اخواتي جابوهولي كده. ده اخويا الصغير واختي التانية. جابوا لي سرير، يعني ربنا يبارك لي فيهم يا رب. انا بقى مش عارفه، يعني ما بعرفش انصب السراير والحاجات دي، ما بعرفش فيها خالص. بقيت بقى اكلم اختي على التليفون تقول لي اعمل ايه واسوي ايه واعمله ازاي وكده. بقت بتتابعني بقى بالتليفون واحده واحده. انا هي جابت لي السرير من غير ملل، وانا كان عندي الملل هي بتاعت السرير اللي اتكسر القديم. هو عادي يا جماعه، هو عمر الافتراضي، يعني هو بقاله كتير معايا. يعني هو سرير الاجداد يعتبر، واتكسر وخلاص وباظ. بس اختي بقى لحقتني وجابوا لي السرير ده. وانا كان جوزي في الشغل، وانا الصراحه عايزه اعمل السرير وانصبه. مش بعرف، ويعني حاجه انا ما عملتش كده قبل كده يعني. بس فهي بقت بتكلمني في التليفون تقول لي اعمل ايه وكده. قالت لي بقى جيبي الظهر بتاع السرير حطيه مكان ما هتنصبيه. لقيت المكان ضيق، رحت زقاه بره شويه. رحت بقى قلت لها ان في صمواويل وكده، معرفش اسمها ايه دي. فهي قالت لي بقى طريقه الربط وكده. بقيت معايا على التليفون كل شويه تقول لي اعمل ايه واسوي ايه وكده. بس فقالت لي بقى لازم العرق ده يكون ماسك نفسه كده في السرير، ولازم تربطي الصامولة دي كويس فيه. تمام كده. المهم عملت الجنب ده وبقى الجنب التاني، بقيت اعمل الجنب التاني والفها كده على قد ما اقدر. تقريبا كانت عايزة البتاعة اللي هي بتربط بيها الصامويل دي، معرفش اسمها ايه، بس انا مش عندي، فبقيت اعملها بايدي. بقى هعمل ايه؟ وبقيت اتاكد كده ان العرق ماسك كويس في الظهر وفي الراس بتاعه السرير. ده بقى كده رجل السرير. بقيت بعمل برضو ايه، عند الرجل وعند الراس ربطت الناحيه دي، وباكد عليها اهو برضو. انا اول مره اعمل سرير كده، مع انا ما اعرفش في السراير دي الصراحه. انا كنت اعرف السراير اللي هي اللي بيبقى معاها مسمار كبير كده، وتقعدي تعملي المسمار في الورده بتاعته من جوه. انما دي اول مره، يعني اول مره اشوفه. بس واتاكدت بقى ان السرير الرجلين اللي عند الدماغ ماسك نفسه، وعند الرجل ماسك نفسه عشان ما يقعش. بس وبقيت ارص بقى الملل كده. الحمد لله طلعت مقاس السرير، ما طلعتش ولا كبيره ولا صغيره. بس هي عايزه تتظبط يعني، لان في كبيره وفي صغيره، فعايزه تتظبط بقى على مقاس السرير بالظبط. بقيت بقى كده واحده واحده، ومعايا برضو معايا على التليفون، عشان الصراحه انا خايفه اقفل مثلا اعمل هلخبط حاجه مش عارفه. بس بقيت بقى اظبط الملل كده، وبحاول على قد ما اقدر اشوف المقاسات. بقيت احط الصغيره ورا والكبيره في النص عشان تمسك معايا وكده. بص دي صغيره خالص، دي مش هتنفع، هحطها على جنب بقى مش هتنفع. بس اشوف بقى غيرها وكده، وهظبط بقى كل الملل. هرصها رصه حلوه كده، وهحط عليها بطاطين عشان خاطر ما ينفعش احط المرتبه على الملل على طول، هي برضو قالت لي كده. وهشيل بقى المرتبه، اهي المرتبه هشيلها بقى هوبا بقى. يلا ربنا معايا. وشلتها والحمد لله. هي مش كبيره يعني، بس هي تقيله. وظبطتها كده، وابني كان معايا اهو. كان فرحان طبعا بالسرير بتاعه. السرير التاني ده بتاع خاله مش بتاعه، فهو ايه بقى كان فرحان ان سريره بعد ما اتكسر انا جبت له واحد. ففرح بقى وكده. قلت له تعالى بقى اجرب السرير، ونط كده على السرير شوفه كده ماسك نفسه ولا لا. الحمد لله يعني طلع ماسك نفسه، والسرير الحمد لله الحمد لله طلع حلو. على فكره هو السرير مستعمل، ده مش جديد. كده بقى بعد ما فرشت السرير وظبطته وكده. لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك، واشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين. واما نشوف بقى ايه اللي هيحصل تاني. ربنا يستر ربنا يستر، مفيش حاجه تانية تبوظ. بس اهم حاجه تتصرفوا يا جماعه. باي.